من مؤلفات الشيخ تقي الدين رحمه الله الزند الواري والبدر الساري في شرح صحيح البخاري المجلد الأول فقط. الإلهام والإنعام في تفسير الأنعام، مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل، الهدية الهادية للطائفة التيجانية، القاضي العدل في حكم البناء على القبور، حاشية على كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب، الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق، دواء الشاكين وقامع المشككين في الرد على الملحدين، البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية، فكاك الأسير العاني المكبول بالكبر التجاني، الصبح السافر في حكم صلاة المسافر، العقود الدرية في منع تحديد الدرية، أسماء الله الحسنى قصيدة، العلم المأثور والعلم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور، آل البيت ما لهم وما عليهم، حاشية على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فضل الكبير المتعالي ديوان شعر. وفي يوم الاثنين 25 من شوال سنة 1407 هجرية الموافق 22 من شهر يونيو 1987 أصيبت الأمة الإسلامية بفاجعة ومصيبة يصعب على القلم وصفها، وهي مصيبة موت الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، وذلك بمنزله في الدار البيضاء بالمغرب. وقد شيع جنازته رحمه الله جمع غفير من الناس يتقدمهم علماء ومثقفون وسياسيون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري. فنسأل الله الكريم أن يرحم الشيخ رحمة واسعة ويدخله فسيح جناته.